وصفتنا سهلة وبسيطة وكمان بعصير البرتقال والجزر. هنعمل النهاردة كيكة هشة وطرية وطعمها يجنن. هاتي بقى 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، لكل بيضة معلقة صغيرة من الفانيليا، يعني 3 معالق صغيرين، وكوباية من السكر البودر أو السكر الأبيض، وهنقلبهم تماما لحد ما السكر يدوب تماما. هنزل عليهم بنص كوباية من الزيت وربع كوباية من السمنة. عصير الجزر بالبرتقال ببقى سلقة الجزر وبضربه مع البرتقال واصفيه كويس واخد منه كوباية، وانزل على الخليط بتاعنا كده واقلبه كويس. وعندنا 3 كوبايات من الدقيق منخولين، وهنخلهم كويس ويكون الدقيق فاخر ومخصص للحلويات. وهنزل عليه برشة من الملح، وهنزل عليه بمعلقة ونص من البيكنج باودر، وهقلب بقى المكونات. هو ده القوام المناسب. عندنا اي صينية او اي قالب سيليكون دهنته كده مادة دهنية، وفرنك شغال على درجة حرارة 160 في الرف الوسطاني. بدخله بقى الفرن، وما بتاخد حوالي من 35 ل 40 دقيقة، وبتطلع بالجمال وبالحلاوة دي. طبعا اسيبها تبرد تماما واقطعها. انا عشان وقت الفيديو قطعتها وحطيت عليها بقى صوص كراميل. عايزة اقولك لو ولادك ما بياكلوش الجزر والبرتقال مش هياخدوا بالهم تماما. هشة وطرية وطعمها يجنن جنب كوباية شاي بلبن الصبح. خطيرة، جربوها. ولو عجبك الفيديو لايك وشير.